الوغ الألباني عبد الرزاق أستاذ جامعي بروفيسور على اليونيفرسيتي في جامعة بواتيه والآن عندنا معرض هنا حول إفريقيا مهد الحياة، لأنه إفريقيا معروفة بمستحدثات كثيرة وأحجار جميلة وتلقاو فيها بزاف ديال المسائل اللي ما تتلقاش في العالم، واغتنمنا هذه الفرصة باش نجيو هنا لمراكش وباش نديروا واحد المعرض اللي يساعد الناس باش يفهموا كيفاش الحياة تطورت على وجه الأرض، نهار بدات حتى لدابا. فوالا. دونك البدايه تتبدا بمستحدثات جايه من موريتانيا، كاين مستحدثات من ناميبيا، ليبيا، الغابون، المغرب. دونك هاد الدول الافريقيه كلها هي تتعطي بزاف ديال المعلومات على لوريجين ديال الحياه، يعني البدايه ديال الحياه بصفه عامه. ايضا هذا الارض وقيل ايضا اضافه لمدينه مراكش بخصوص هذا الوقت الراهن التغيرات اللي عرفها المناخ. لا، مهم هذا المعرض هذا مهم بزاف، لانه في الفتره اللي داخلين في واحد التغيير مناخي، تغيير سوسيولوجي، واخا هي جيولوجيا قديمه الى اخره، ولكن تعطي فكره على كيفاش الحياه تتطور على وجه الارض، والارض تغيرات عبر ملايير السنين، لانه الناس ما عارفينش بانه الارض عندها 4.5 مليار في العمر ديالها. نسيت واحد القضيه مهمه، هي هذا المعرض الى ترى فهو بفضل جامعه القاضي عياض مراكش اللي ساعدتنا وعاونتنا ودخلت معنا في هذا المشروع، وكانت هي اللي لورغانيزاسيون درنا اونصول مع جامعه بواتيه، وحنا تنشكروا هذه المبادره وتنشكروا جامعه القاضي عياض في فرنسا.